السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم خامة من خامات قماش التنجيد. خامة ملمسها زي القطيفة وشكلها زي الكتان. أنا اتكلمت عنها قبل كده ووريتها لكم في فيديو قبل كده، بس وريت لكم لون تاني منها وكنت حاطه لكم جزء من الألوان الكارتيلا. النهاردة إن شاء الله هوريكم اللون دوت، وهحط لكم كل ألوان الكارتيلا على شاشة الفيديو هنا. اللون اللي معايا دوت أفتح درجة في الرصاصي. هو لونه في الحقيقة يعتبر يعني فاتح عن كده كمان شوية. لونه حلو قوي، اللي هو اللون الرصاصي اللي مدي على فضي شوية. في من الرصاصي دوت في 4 درجات. ده أول درجة في الرصاصي. في بقى درجات أغمق منه بالتدريج يعني كده، هتشوفوها في الكارتيلا. الخامة زي ما انتم شايفين كده ملمسها ناعم جدا، شكلها شيك قوي. وليها بطانة من ورا، يعني هوريكم بعد شوية البطانة بتاعتها من ورا، بس بحاول اقرب لكم كده تشوفوا نقشة القماشة، يعني اللي هي الكتان بيبقى فيه خيوط متداخلة ببعضها كده، ألوان داخلة ببعضها، يعني مثلا رصاصي تلاقي داخل فيه فتلة بيضة، فتلة رصاصي فاتح، فتلة رصاصي غامق. فهو في نفس الخطوط دي بس منقوشة في القماشة. ودي البطانة زي ما قلت لكم كده. دي البطانة بتاعتها. طبعا الخامة دي محتاجة كوشن يمشي معاها ويليق عليها، فهنا اخترنا الزجزاج في درجات الرصاصي. هنا داخل 3 درجات من الرصاصي، اللون الفاتح خالص اللي هو قارب برضو على الفضي، واللون الوسط واللون الغامق، ومعاهم اللون الابيض. دي قماشة قطيفة زي ما انتم شايفين كده. برضو بحاول اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا القماشة من قريب وتحسوا يعني ملمسها عامل ازاي قدر الامكان يعني. فبص لما نحط كده القماشة جنب الكوشن جنب قماش التنجيد، اللون اخد من الكوشن جامد. قريب قوي اللون في الحقيقة، لان القماشة بتاعة التنجيد اللي دي هي اسمها ليا على فكرة، عشان ما قلتش عليها هنا في الفيديو. اللون قريب قوي من الفاتح دوت يعني في الحقيقة، واللون دوت او القماشة دي يعني بتغير. لو ضيرت القماشة هلاقيها منورة كده ومدياني لون فاتح، لو ضيرتها من الناحية التانية هلاقيها طافية ومدياني لون اغمق درجة. فهي بيبقى لها اتجاهات يعني فاتح وغامق. فزي ما انتم شايفين كده هي واخدة من نفس لون الكوشن. والكوشن فيه درجات الرصاصي بالتدريج برضه. انا كده فردت لكم الكوشن عشان تبقوا شايفينها. طبعا هي ما بتبانش كده وهي قماش، لازم كده تتفصل وتتلبس في الكوشن بتاعها. الترابيع يعني اللي بنفصلها بتبقى مفرودة كده وشكلها جميل وباين قوي. طبعا كل ده هتشوفوه معانا ان شاء الله في الشغل اللي جاي في التصوير، الركن واحنا شغالين فيها، وفي الفينش كمان في القناة هنا وفي قناة فنون التنجيد. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.